في أحد الأكوان الموازية مصير كوكب كامل كان بإيد شخص سكران. الحرب العالمية الثالثة النووية كانت قريبة جدا من الحدوث، لكن 15 دقيقة هي اللي حالت دون وقوعها. العام 1969 طائرة التجسس الأمريكية EC-121 يتم إسقاطها من قبل كوريا الشمالية في بحر اليابان. بعدها القوات البحرية الأمريكية تتأهب لشن ضربة انتقامية ضد كوريا الشمالية، وتأهبت أكثر من 16 طائرة تحمل قنابل نووية أقوى من قنبلة هيروشيما لضرب 16 مطار في كوريا الشمالية بهاي القنابل. وتبقى هاي الطائرات متأهبة لمدة 15 دقيقة وبعدها يتم إلغاء العملية. بعض المصادر ذكرت أن الرئيس الأمريكي بتلك الفترة ريتشارد نيكسون بعد ما سمع بخبر إسقاط الطائرة الأمريكية غضب بشدة وأمر بإطلاق هجوم نووي على كوريا الشمالية، ويقال أنه كان سكران لما أعطى الأمر. للأمانة ما لقيت ولا مصدر موثوق يأكد هاي المعلومة، لكن عرف أن الرئيس